السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم تجربة لكاميرا DJI اوزمو بوكيت 3 عن طريق السيارة. طبعا تأخرت اني اسجل فيها لان ما وصلني الستاند اللي ثبت على السيارة. تمام. وحاليا قاعد اجربها كتجربة مع ان سيارتي قوية شوي، يعني ما هو ناعمة في المساعدات وكذا. فبنشوف كيف تأدي في الاهتزازات وكذا. نشوف كيف وضع الكاميرا مع الاهتزازات. طبعا شابك معاها المايك اللي جاي معاها اللي هو DJI مايك 2. جاي معها ترانسميتر واحد، حبة واحدة. طبعا المايك الحين نزل موجود في السوق، تقدر تشتري علبة كاملة مايكات. أنا أوريكم. تقدر تشتري علبة كاملة مايكات النسخة الثانية. هذا عندي النسخة الأولى، تقدر تشتري زي هذه الحين. النسخة الثانية موجودة في السوق، نزلت. أتوقع قيمتها 1400 ريال شيء زي كذا، تقريبا نفس سعر المايك الأول لما اشتريته، نفس السعر تقريبا. فما أدري، أحس إني أشوف الكاميرا مرة ثابتة. أحس مرة تحمست أسوي محتوى في السيارة يعني. بس محتوى في السيارة معناها أكل، معناها زيادة وزن، معناها صرف فلوس زيادة، معناها. واللي هو ما أحبه صراحة، ما أحب أسوي محتوى أكل. عموما ما أحب أكل والناس تتفرج علي، صدق يعني. هذه الحقيقة. ليش ما أسوي محتوى أكل؟ طيب أنا الحين حاط الستاند وحاط الكاميرا فوق شوي، مرتفع بعيد عن المكيف، وتقريبا يعني جاتها الشمس في مكان حار. وما أدري هل بتسخن الكاميرا ولا لا. أتوقع بتسخن، صدق أنا أتوقع أنها بتصير ساخنة. بس إني مش قاعد أصور 4K، قاعد أصور 1080 عادي و30 فريم، اللي هو التصوير المعتاد العادي يعني. ما هو أفضل شيء ممكن تسويه الكاميرا ممكن تصور 4K 30. أتوقع 4K 30، مو 4K 60. عموما التصوير للناس 30 أو 60 ما يفرق كثير. 30 أكثر سينمائي، 60 تحسه كذا غريب شوي، يعني يتحركون كذا مرة بسرعة. فيا السلام عليكم. السلام. Yes, give me black coffee please. What type? Medium size. Okay, anything else? That's it, thank you. Welcome, sir. هذا مقهى قهوة الطريق. أتوقع مش موجود إلا بس بالشرقية، ما أدري إذا فتح الجنوب بعد، الشرقية والجنوب. ما أدري إذا بيفتح زيادة في الغربية ولا أماكن ثانية، ماني متأكد. بس من يعني قهوة من البداية فاتحة عندنا من زمان، وطبعا عشاننا مقاطعين يعني فنروح للمقاهي السعودية. طبعا إلى الآن ما أحس إن الكاميرا سخنت أو شيء. والله في سخنة لأن الشمس عليها بالضبط، ولا عليها هواء يبردها ولا شيء. مشغل المكيف بس المكيف ما يوصلها. يبغى لي أشوف مكان أفضل من ذا المكان للكاميرا. يمكن هو المكان المفضل جهة الدريشة الأمامية اللي هنا جنبي، بس مشكلتها إنها كيف أفتح دريشة يعني زي كذا أفتح بطلب كذا ما يصير، لازم يكون قدام. إذا حطيتها جنبي هنا بشغل عليها مكيف مباشر، بس ما يصلح. Hello, thank you. No need, thank you. طبعا عندهم نظام النقاط بالفاتورة، يعطيني اي ار كود او شيء زي كذا، اسوي عليه سكان يعطيني نقاط. بس ما احب اجمع النقاط صدق. ف يا طبعا مشغل الفيس تراكنج اللي هي الحق الوجه. ممكن المرات الجاية اثبت حتى الكاميرا تصير حتى ما تلحقني يعني، بس تلحقني
الموازنة نفسها يعني حتى هي الكاميرا مايلة أساسا في الستاند فحتى الموازنة نفسها صايرة سيد، يعني أحس إنه ما أدري مايل، بس أنا أشوف راس العدسة موازنة نفسها وصايرة كذا من قدام عدلة. يمكن عشان أنا راسي مايل، لا ما تميل على راسي جميلة جدا القهوة. طيب وبس يا شباب، كان مقطع اليوم مقطع خفيف بسيط نجرب فيه الكاميرا والسيت اب في السيارة والستاند حق الكاميرا. يمكن ما ادري، احس اني تحمست اكثر اني اسوي مقاطع في السيارة اكثر، فلوجات اكثر. ما ادري كيف بتكون الطريقة. مقاطع السواليف اللي في السيارة تذكرونها زمان، اللي كنت احط الجوال كذا على جنب واصور بالفرونت، يعني كاميرا حقت الجوال هي اصلا سيئة، فما بالكم الحين عندي جودة كاميرا أفضل بكثير حتى من الكاميرا الخلفية حقت الجوال، فما بالكم الأمامية. فبيصير حتى مقاطع السواليف اللي في السيارة اللي كنت أسويها زمان، مواضيع معينة نتسولف فيها وكذا، بيكون أفضل بكثير. ويمكن أسوي ما تدرون، يمكن نحول على فلوجات السيارة، نشوف لنا أفكار كذا. إذا عندكم أفكار أعطوني إياها في التعليقات تحت، يمكن أسوي بعض الأفكار اللي تعطوني إياها. وبس، بشوفكم إن شاء الله مقطع جديد. سلام.